اوقات كتير بنمشي على نظام غذائي مظبوط وبنتمرن وبناكل كويس وجسمنا عمال شكله يخس، بس في نفس الوقت لما بنيجي نطلع على الميزان بنلاقي وزننا هو ثابت ما بيقلش، فتحس باحباط فتبطل دايت وتبطل تمرين وتبوظ كل حاجه انت بنيتها. ده ليه؟ عشان جسمنا ممكن يكون حابس ميه. في الفيديو النهارده هقول لك ليه جسمنا بيحبس ميه وازاي نعالج الموضوع ده. احلى مسا عليكم يا جيماويه، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم كابتن محمد عواد. في الفيديو النهارده هنتكلم عن احتباس الميه في الجسم، وعشان نعالج الحاجه دي لازم نعرف اسبابها. بعيدا عن الحالات المرضيه اللي بيكون فيها احتباس الميه اصلا حاجه اساسيه فيها، زي امراض القلب والكلى والسكر، في حاجات تانية بتؤدي لاحتباس الميه في الجسم. اول حاجه الناس اللي بتاكل سكريات كتير وكارب كتير وجانك فود، جسمك بيحتفظ بالميه بصوره كبيره قوي. تاني حاجه لخبطه الهرمونات في الجسم. بالنسبه للسيدات اللي بتاخد حبوب منع الحمل جسمها بيعبي ميه. الفتره اللي بتبقى قبل الدوره الشهريه اللي هي البي ام اس جسمك بيعبي فيها ميه بصوره كبيره قوي. لخبطه هرمون الكورتيزول. هرمون الكورتيزول لما بيعلى، هرمون التعب لما بيعلى بيعمل ووتر ريتنشن في الجسم. هرمون التعب ده سببه الضغط النفسي، سواء بقى في الشغل في البيت في الدراسه. فحاول على قد ما تقدر تبعد عن التوتر. النقطة اللي بعد كده ملح الطعام، الملح الأبيض. كل ما أنت زودت ملح الطعام في أكلك كل ما أنت جسمك بيعمل ووتر ريتنشن. والنقطة اللي بعد كده إنك ما بتشربش مية بكمية كبيرة. اتكلمنا دلوقتي عن الأسباب إن جسمنا بيحبس مية، نتكلم بقى عن العلاج. اول حاجه لازم تشرب ميه بكميه كافيه، 3 لتر 4 لتر في اليوم، كميه مناسبه قوي. النقطه الثانيه هنقلل السكريات والصوديوم على قد ما نقدر. ثالث حاجه هنعمل نشاط رياضي، هنعمل تمرينات حديد، هنعمل تمرينات كارديو. الحاجات دي بتعمل انقباض وانبساط للعضله، الحركه دي بتقلل احتباس الميه قوي في الجسم. النقطه اللي بعد كده هناكل خضروات ورقيه. عندك اهم حاجه ممكن تاكلها هي البقدونس. البقدونس ده بيبقى ليه مفعول السحر، ده بيعادل كميه الصوديوم في الجسم. يعني لو صوديوم عالي بيقلله، لو صوديوم منخفض او معتدل بيحتفظ بيه. في بعض الاطعمه برضو بتخلي الجسم يتخلص من الميه الزايده، زي السي فود، الافوكادو، المكسرات النيه والدارك شوكليت والشوفان. في بعض المكملات ممكن تجيبها من الصيدليه زي البوتاسيوم والمغنيسيوم. ممكن تشرب فنجان او فنجانين قهوه، فبتساعد طبعا على طرد السوائل الزياده اللي في الجسم. واخر حاجه الساونا مفيده قوي بعد التمرين، بتخلص جسمك من الميه الزايده. ممكن بقى لو انت مستواك تقدم شويه ممكن تستخدم اللي هي الاكس بيل. الاكس بيل دي برده بتطرد السوائل الزياده اللي في الجسم. بس كده اكون خلصت حلقه النهارده. يا رب الحلقه تكون فادتك باي معلومه. ما تنساش اللايك، تكتب لي اي سؤال عندك، واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.